سلام بنات، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. اليوم جيتكم في وصفة جديدة اللي هي خبز الساندويتش او خبز الباغيت. والله يعني هذه العجينة تصلح الوصفتين، يعني والله هايلة تجي، يعني الخبز تاعها كيما القطن. تبعوا معايا، هذو هما المكونات اللي راح نحتاجوهم. اول حاجة يعني كاس تاع حليب دافي، ونستعملوا معاها ثاني زوج مغارف صغار معمرين تاع خميرة الخبز او ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. زوج مغارف صغار لازم يكونوا معمرين كما راكم تشوفون. نصبوها فوق الحليب الدافي، ونزيدوا معها ربع كاس تاع الزيت، والكاس اللي تستعملوه هو الكاس اللي تكيلوا به طبعا. ربع كاس تاع الزيت، نصبوه فوق الخليط هذاك، وراح نخلط هذيك المكونات مع بعضها، نخلطها مليح حتى تتجانس، ونخليها مدة 10 دقائق تريح، يعني بتتفاعل الخميرة. بعد ما خليتها 10 دقائق راح نزيد نضيف لها طبعا بياض بيضة. الصفار خليته من بعد، يعني به ندهن به، نستعملوا فقط البياض. ونخلطوا المكونات، ونزيدوا لها كيس تاع الفرينة مع نص ملعقة خميرة ملح عفوا، وراح نضيفها فوق الخليط. ونخلط المكونات ونزيد الكأس الثاني، وكل واحدة يعني والفارينة تاعها. طبعا انا ديت لي 3 كيسان ونص. عجنتها وراح نخليها 45 دقيقة تخمر. بعد ما خمرت مدة 45 دقيقة راكم تشوفوا كيفاه طرية، يعني ضعفت. راح نديرها ديبول، يعني كيما تاع المحاجب. نديرها ديبول يعني كيما تاع المحاجب طبعا كيما راكم تشوفوا هكذا. يعني قطعت لي 10 ديبول، يعني 10 خبزات صغيرين. حللت واحدة وراح ندورها طبعا بهذا الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. وراح نعدلها مليح يعني بيديا، وراح نلم الجوانب تاعها بيدي. تبعوا معايا شوفوا، ها نلم في يعني الجوانب على شكل خبزة، ونعدلها بيدي. شوفوا كيف تحلت لي. راح نعدلها بيدي، نلمها يعني كيما هكذا به من بعد ما تتحليش في السنيوة تاعي ولا كي طيب. راح نلمها هكذا ونعدلها عادي بيدي، يعني راح تجيني على شكل خبزة صغيرة، خبز باقيت صغير. هاي الحبة تاعنا بعد ما عدلتها راح نحطها في السنيوة مباشرة. راح نزيد نستعمل حبة ثانية به تستوعبوا الطريقة. حللت يعني واحدة، وهاني راح نلمها، يعني شوفوا كيف راني ندور فيها، ونلم الجوانب تاعها ونعدلها بالطريقة اللي عدلت بها، يعني الخبزة الأولى، ونعدلها بيدي عادي يعني. هكذا كما راكم تشوفوا يعني نعدل فيها ونلمها، وتكون يعني الخبزة تاعنا واجدة يعني ثانية. ونكمل طبعا الباقي بنفس الطريقة. بعد ما عدلتها كما راكم تشوفوا الخبزة تاعنا الثانية، هنكمل ثاني الباقي بنفس الطريقة، ونحطهم مباشرة في السنيوة ونبسطهم شوي من الفوق باه يعطيو يعني العرض تاعنا، العرض تاعها، وتخمر ثاني تضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا. جاي كما الخبز تاع البانيني تقريبا. راح ندهنهم بصفار بيضاء وندير لهم شوي تاع السينوج كما راكم تشوفوا، ونخليوهم مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة يخمروا في السنيوة تاعنا، وندخلهم للفرن مباشرة. بعد ما حماروا لنا وطابوا، يعني ما داوش طيب بزاف، 30 دقيقة، جو خفاف طريين هايلين يا البنات، والله هايلين. شوفوا جو شبه فارغين من الداخل، شوفوا كيفاه طريين، والله زي القطن. ها
راح نحشيهم طبعا بشي يعني اللي عندكم. انا حشيتهم، راح نحشيهم بالدجاج والبطاطا يعني المقلية وسلطة ومايونيز. حطيتهم في طبق تقديم كما راكم تشوفوا، جاو هايلين يشهيو ويفرحوا بهم الولاد الصغار يعني، ومام يصلحوا للإفطار للغداء للعشاء يعني. والله هايلين ما تندموش عليهم، جاو يشهيو روعة يعني. المهم البنات، هيا نقولكم شهيتكم في الجنة وباي باي.